أهلا بكم أعزائنا الكرام في واقعة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. تحولت رحلة سياحية في مدينة مراكش المغربية إلى قضية رأي عام بعد أن وثقت سائحة أجنبية لحظة تعرضها للتحرش على المباشر، لكن المفاجأة لم تكن في الواقعة نفسها بل في السرعة القصوى التي استجابت بها السلطات الأمنية المغربية. كيف بدأت القصة وماذا قالت السائحة بعد تدخل الشرطة؟ البداية كانت من قلب المدينة الحمراء، حيث ظهرت السائحة وهي تصور مقطعا تذكاريا ليتفاجأ المتابعون بشخص يحاول التحرش بها جسديا. السائحة وبكل شجاعة واجهت المعتدي أمام الكاميرا، مذكرة إياه بحرمة شهر رمضان الذي كانت تجري فيه الواقعة، قائلة له بوضوح: ألا يفترض بك أن تصوم رمضان؟ ورغم محاولات الشخص التهرب بكلمات غير مفهومة إلا أن الفيديو وثق ملامحه بالكامل، وهو ما جعل المقطع ينتشر كالنار في الهشيم فور رفعه على حسابها الشخصي. ولم تمر ساعات قليلة حتى تحركت ولاية أمن مراكش بفاعلية كبيرة وباستخدام التقنيات الحديثة وتحليل الفيديو. تمكنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، ويواجه المعني بالأمر تهما تتعلق بالتحرش والمساس بالحياء العام، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بصرامة، خاصة في المناطق السياحية التي توليها الدولة أهمية قصوى لضمان سلامة الزوار. السائحة وفي فيديو لاحق عبرت عن صدمتها الإيجابية وامتنانها الكبير للأمن المغربي. صرحت بأنها كانت تظن أن البلاغ الإلكتروني لن يحرك ساكنا، لكنها فوجئت بالمهنية والسرعة في التعامل مع قضيتها، وقالت بالحرف: أنا مصدومة، لم أكن أتوقع هذا الاهتمام، شكرا للأمن المغربي على حمايتي. هذه الواقعة بعثت برسالة قوية لكل من يحاول المساس بصورة السياحة أو التحرش بالنساء، مفادها أن القانون فوق الجميع.